السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات وولاد وبنات الصف الثاني الابتدائي. النهاردة هنشرح مع بعض درس جديد من كتاب اللغة العربية، الكتاب المدرسي للصف الثاني الابتدائي الترم الثاني عام 2024. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو دعما ليا. النهاردة هنشرح مع بعض درس جديد اسمه نموذج وصف حدث. حفل نجاح. نجحت أختي في المدرسة فأعددنا لها حفلا مفاجئا بحديقة منزلنا المليئة بالأزهار والأشجار، وعلقنا الزينة الملونة والبالونات. بدأ الحفل بحضور عدد من صديقاتها بفساتين ملونة، وارتدى بعضهن قبعات مزينة. امتلأ الحفل بأصوات الضحكات والأغاني والمرح، وقدمت أمي الأطعمة المنوعة وكانت رائحتها جميلة وطعمها لذيذا. احتضنت أختي بسعادة متمنيا لها النجاح الدائم. طيب، سنة تانية. هنا القطعة دي اتكلمت عن وصف حدث يعني ايه؟ يعني حاجة حصلت، حدث حصل، فقعدنا نوصف الحاجة دي. وصفنا المكان، ووصفنا الرائحة. المكان هوصفه بايه؟ المكان هوصفه بالعين. انا وصفت المكان ازاي؟ ما انا لو غمضت عيني هل اقدر اوصف شكل المكان ده؟ لا، مش هينفع. لازم افتح عيني وابص واشوف المكان ده فيه ايه، شكله عامل ازاي. هل هو المكان ده مغلق ولا مكان مفتوح في الحديقة؟ هل هو فيه زينة ولا يا دوبك بس سمع الأغاني وخلاص؟ فأنا شايفة الكلام ده. طيب، الناس، هل انا وصفت الناس بناء على ايه؟ على وداني، هي الودان اللي بتسمع دي وصفتها بناء على ان وداني هي اللي شافت الكلام ده، ولا العين؟ لا، انا وصفت الاماكن، وصفت الاشخاص لابسين ايه عن طريق العين. طيب، انا هنا سمعت اغاني واصوات وضحكات وحاجات، يعني سمعت اغاني وضحكات. طب سمعت دي جايه منين؟ من الاذن. طيب، انا هنا في الحفلة شفت وسمعت. طب انا كلت طعام، وكان الطعام جميل وكان متنوع وطعمه لذيذ. طيب، الطعام ده انهي حاسة، او انا عملت يعني حاسة ايه اللي انا عرفت من خلالها ان الطعام كان لذيذ؟ التذوق اللي هو اللسان. طيب، انا هنا طيب شميت ريحة الاكل وكانت ريحته جميلة. طب هنا كان ايه؟ الانف، رائحتها جميلة. طيب، انا في مشاعر ان انا حضنت اختي بسعادة. طب هنا المشاعر دي عن طريق ايه؟ اوصفها بالايه؟ المشاعر اوصفها بالقلب. تمام. هنا في الكتاب فصصها لي حتة حتة عشان ايه؟ يفنطها لي، يعني يفهمها لي. هنا في الأذن وصف صوت زي ايه؟ أصوات الضحكات والأغاني. طيب، وصف طعام زي ايه؟ هنكتب أطعمة متنوعة طعمها لذيذ. طب الكلام ده أنا كاتباه من دماغي؟ لا، من هنا، من الكلام، من القطعة دي، من القطعة. هنا اجيبها لكم اهي. قدمت امي الاطعمه المنوعه وكانت رائحتها جميل وطعمها لذيذ. اهو طعمها لذيذ. طيب، وصف مشاعر اهي. احتضنت اختي بسعاده متمنيا لها النجاح الدائم. يبقى هنكتب احتضنت اختي بسعاده. عايز تكمل وتقول متمنيا لها النجاح الدائم؟ كمل. كفاية بس كده، احتضنت أختي بسعادة. طيب، الأنف وصف رائحة
هنكتب رائحتها جميلة، اللي هو ايه؟ كان الطعام، رائحة الطعام رائحتها جميلة. طيب العين وصف مكان، العين بوصف مكان وبوصف أشخاص. طيب وصف المكان، حديقة منزلنا مليئة بالأزهار. طب وصف أشخاص، فساتين ملونة اهي، فساتين ملونة. وهي منزلنا، حديقة منزلنا المليئة بالأزهار والأشجار. وعلقنا الزينة الملونة والبالونات. عايز تكتب الكلام ده كله اكتبه. تمام. طيب هنا وصف الحدث أو وصف حدث. نشاط، تخيل اسم الحدث وصفه بدقة مستخدما حواسك الخمس عند التعبير عنه. هنا صورة، عايزين نوصف الكلام ده كله عن طريق ايه؟ اسم الحدث وموقعه ووصف المكان. عايزين نكمل السطور دي فاضية، عايزين نحط هنا اسم حدث وخط جميل واشخاص ووصفهم ووصف مشاعرهم، املاء صحيح، وصف الطعام، فيه وصف الطعام والصوت والرائحة زي ما وصفنا هنا. عايزين نوصف هنا. طب هنا شايفين ايه؟ شايفين تورته وعليها شمعة وبنت ماسكة بالونات، وهنا هدية طلع منها لعبة، وهنا اخويا مثلا وفرحان ومبسوط، وهنا حديقة وبها أشجار وعصافير ومزيكا، أصوات موسيقى يعني وأغاني. بدأ تفتكروا ايه؟ عيد ميلاد. يبقى هنكتب عيد ميلاد لان فيه تورته وشمع، فهيبقى فيه عيد ميلاد. طيب عايزين نوصف العيد الميلاد ده بالمكان ونوصفه بالاحداث اللي حصلت وفيه موسيقى وسمعنا حاجات، فهنكتب ايه؟ لقد قمت بحفل عيد ميلاد اخي وقمت بتعليق الزينات وارتدينا ملابس مختلفة الأشكال والألوان، وصنعت أمي الحلوى ذات الطعم اللذيذ وارتفعت أصواتنا بالغناء وكنا نشعر بالفرح والسرور. عايز تكتب أكتر من كده اكتب، مش عايز كفاية ايه الكلام ده. طيب هنا هنكتبه بخط حلو وإملاء. يعني ايه إملاء؟ يعني بدماغ الطفل. طيب ليه؟ لان هنا هنكتبه بعدها، يعني بعد ما تكتب من دماغك هنا هنكتبه بايه؟ يعني المعلم او الام هتكتبه في كراسة طبعا، وبعدين هو بقى ايه بينقلها هنا، انما في الصفحة دي هو بيكتبه من دماغه هو. تمام. وهنا بعد ما بعد الإملاء بنعلمها ونشوف الأخطاء، بنعدل الأخطاء هنا. تقييم ذاتي لكتابتي. معايير التقييم: كلماتي مناسبة، خطي جميل، إملائي صحيح، استخدمت الحواس الخمسة. هنا ألتزم دائما يعني ممتاز، ألتزم معظم الوقت يعني جيد، ألتزم بعض الوقت يعني مقبول، أحاول يعني إيه أن يعني أحاول يعني مش شاطر فيها أوي. كلماتي مناسبة، هل هو في القطعة اللي فاتت اللي هي دي بس تملاها صح يعني، هل كلماته مناسبة؟ لو كلماته مناسبة وكويس جدا ممتاز هضع صح هنا، لو الكلمات مش قوي هضع صح هنا، مثلا هضع هنا. طيب خطي جميل، هل هو كان خطه جميل؟ كان ممتاز، خطه ممتاز هضع صح هنا. لو خطه نص نص هضع هنا، لو خطه يعني حلو شوية هضعه هنا، لو خطه وحش هضعه هنا. إملائي صحيح، كان هو ممتاز في الإملاء، ما غلطش ولا غلطة خالص هضع هنا صح. غلط غلطة ولا غلطتين هضع هنا صح. غلط كذا مرة هضع هنا، إملاؤه مش صحيح هضع صح هنا. ممكن بدل ما تضع صح أرسم الوش ده هنا، أرسمه، بس لو مش شاطر في الرسم قوي يعني او يعني للإنجاز هضع صح. ماشي. الإملاء صحيح مثلا هضع صح هنا.
يعني أنا غلطت في كلمة ولا كلمتين. استخدمت الحواس الخمسة، هل أنا استخدمت الحواس الخمسة؟ يعني إيه استخدمت الحواس الخمسة؟ يعني الكلام اللي أنا حكيته هنا، هل أنا قلت كل الحواس اللي هو النظر، العين والأنف والإحساس اللي هو المشاعر والحاسة التذوق والأذن سمعنا أصوات إيه؟ هل أنا قلت كل الحواس دي؟ هعمل هنا. نسيت حاسة منهم أو حستين، هعمل هنا. نسيت أكتر من حستين، هعمل هنا. ما استخدمتش ولا حاسة، هعمل هنا صح. تمام، على حسب ما الطفل عمل إيه. تمام. طيب هنا سأعيد كتابة وصف المكان بعد التقييم الذاتي. طبعا هقول نفس الكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، اللي هو إيه؟ عيد ميلاد. لقد قمت بحفل عيد ميلاد أخي، وقمت بتعليق الزينات، وارتدينا ملابس مختلفة الأشكال والألوان، وصنعت أمي الحلوى ذات الطعم اللذيذ، وارتفعت أصواتنا بالغناء، وكنا نشعر بالفرح والسرور. لاحظ وتعلم. نشاط 1. أكمل بالكلمات المناسبة. بشرته مولودا كثيف شقاء. هنحط الكلمات دي في النقط، بس مش بالترتيب طبعا، على حسب سياق الجملة. ولدت أمي نقط صغيرا، فرحت بقدومه وذهبت لرؤيته في المستشفى. يبقى ولدت أمي إيه؟ بشرته صغيرا ولا كثيف ولا شقاء ولا مولودا صغيرا؟ مولودا صغيرا. وفوجئت بأن الأهل والأقرباء يقولون أن الطفل يشبهني، فإيه بيضاء اللون؟ فبشرته بيضاء اللون ولا فكثيف بيضاء اللون ولا فشقاء بيضاء اللون؟ فبشرته بيضاء اللون مثلي، وشعره أسود إيه مثل شعري؟ كثيف مثل شعري. قبلت أمي عند رحيلي. قبلت أمي عند رحيلي، معلش أنا مش شايفة كويس. فكم تحملت من إيه وتعب من أجلنا؟ من شقاء وتعب من أجلنا. نشاط 2. انفي الجملتين الآتيان. تشرب الفتاة الماء. هحط أداة نفي اللي هي لم، يبقى إيه؟ لم تشرب الفتاة الماء. طيب هنا يهمل الولد دروسه، أحط لم، يبقى لم يهمل الولد دروسه. طيب هنا حول المفرد إلى مثنى واكتبه في جملة. قلم، عايزين نسنيها يعني إيه؟ يعني 2 قلم وقلم، بدل ما أقول قلم وقلم أقول قلمان. طب أحطها في جملة، هقول اشتريت قلمان من المكتبة. طيب ولد، مثنى يعني 2. مثنى الولد، ما اقولش بنتين 2، لا مثنى يعني 2. ولد تبقى ولدان، احطها في الجملة. هذان الولدان ماهران. طيب شجرتان. التاء المربوطة مش هحطها مربوطة واحطها ألف والنون، لا، هتتحول من تاء مربوطة لتاء مفتوحة وازود لها ألف ونون. المثنى آخره ألف ونون. طيب قلم مذكر، لما احولها للمثنى ازود لها ألف ونون بس. ولد مذكر، لما ازود لها احولها للمثنى ازود لها ألف ونون بس. شجرة مؤنث مش مذكر، لما احولها للمثنى هزود لها تاء مفتوحة وألف ونون. طب احطها في جملة، هقول يوجد شجرتان في حديقة البيت أو حديقة المنزل. نشاط 4. اقرأ ثم أجب. في عيد ميلادي فاجأني أصحابي بعمل حفل بمنزلي، فكانت الفقرات متنوعة بين مهرج وساحر وفقرات مواهب وغناء، ولكنني فجأة شعرت بالحزن وجلست أبكي، فتجمع حولي الأصدقاء لمعرفة السبب، فقلت لهم إنني أفتقد أعز صديق لأنه سافر، فردوا علي
قائلين هذه كانت الفقرة التالية: صديقك سيحدثك الآن عبر الإنترنت، كان يوما لا ينسى. اسم الحدث حفل ايه؟ اهو في عيد ميلادي، يبقى حفل ايه؟ عيد ميلادي او عيد ميلاد. طيب كانت فقرات الحفل ايه؟ المهرج وغناء وفقرات مواهب. اهي كانت الفقرات متنوعة بين مهرج وساحر وفقرات مواهب وغناء، يعني ممكن نقول مهرج وساحر وفقرات مواهب وغناء. تمام. طيب معنى كلمة متنوعة، متنوعة يعني كتيرة أو مختلفة، متنوعة يعني مختلفة. سبب حزنه كان إيه؟ سبب حزنه إن هو بيفتقد أعز صديق، أهو افتقد أعز صديق لأنه سافر. طيب اكتملت سعادته عندما إيه؟ اكتملت سعادته عندما تحدث مع صديقه عبر الإنترنت، أو صديقك سيحدثك الآن عبر الإنترنت. طيب هنا صورة. صف الحدث في 3 جمل مستخدما الرموز. هنا في الحدث هيستخدم 3 رموز اللي هي العين، اللسان أو التذوق، والقلب اللي هو المشاعر. العين هيوصف حاجة بالعين زي ايه؟ الحديقة مليئة بالأشجار، أو الأسرة تجتمع في الحديقة مثلا. طيب أو الحديقة مليئة بالناس، أي حاجة أنا شايفاها. طيب التذوق، تأكل الأسرة فواكه لذيذة ومتنوعة. طيب المشاعر، ان هما كلهم ايه؟ فرحانين، اللي هو الجميع يشعر بالسعادة. وبكده قد انتهينا من درس النهاردة، واشوفكم على خير المرة القادمة، وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. مع السلامة.